السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس عاصم سعفان، وديت فيديو من سلسلة تجربة موقع داتا كامب لمدة 30 يوم. احنا طبعا دلوقتي اليوم السابع والثامن، كنت شغال فيهم على نفس الكورس اللي هو اللي قدامنا دوت جويننج داتا ويز بانس. طبعا اولا عشان الوقت وعشان خاطر في حاجات كده يعني ايه الى حد ما كانت بالنسبة لي جديدة شوية او مش جديدة قد ما فكرة انها ما استعملتهاش قبل كده، فعشان كده خدت ايه في وقت اطول شوية. لكن بشكل عام كان كورس كويس. هناخد مع بعض فكره كده عن الكورس كان بيتكلم عن ايه على السريع. تمام، وللي مش عارف احنا طبعا بجرب موقع داتا كامل لمده 30 يوم، بحيث لو انت حبيت تجربه تبقى انت واخد سلسله كامله كده او فكره عامه كده عن الموقع، هل هو مناسب ليك ولا لا. واحنا شغالين في الدوره على التراك اسمه داتا اناليست ويز بايثون، حتى الان يعني شغالين على تراك اسمه داتا اناليست ويز بايثون. زي ما احنا شايفين كده التراك خلصنا في اول يوم، يعني خلصنا في اول كام 6 ايام يعني لحد فين خلصنا البروجكت دوت في اليوم اللي فات. تمام، والوقت شغالين على جويننج داتا ويز باندز، ده اللي احنا شغالين عليه حاليا في الفيديو ده. طب ايه فكره الكورس بشكل عام كده برضه عشان يبقى الموضوع بالنسبه لك يعني واضح. زي ما قلت لك الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا على فكره ان الفيديو اللي قبل اللي فات، الكورس اللي قبل اللي فات، ان احنا بنعمل ازاي نعمل كل حاجه اللي باستعمال باندز، كل حاجه في الداتا فريم. طب الكورس ده هو بيتكلم عن ايه بقى؟ على فكره ان انت مش كل حاجه هتجيلك في الداتا فريم بتاعتك او في الداتا سيت بتاعتك يعني او كده على هيئه جدول واحد، لا انت ممكن تجيلك اكتر من جدول. ودوت طبعا اللي متعارف عليه ان انت مثلا مش بتحط كل حاجه في جدول واحد، بتقسم الجدول بتاعتك في الداتا بيس بتاعتك يعني على حسب هي محتاج عندك ايه او كده. يعني مثلا لو عندك مثلا افلام او نفترض مثلا افلام، فنوع الفيلم مثلا وحاجات يعني مثلا ايه صوره الفيلم والكلام ده كله تحطها في تيبل لوحده. عندك مثلا الريفيوز بتحطها في تيبل لوحده، وهكذا كل حاجه بتبقى منفصله. لو عندك مثلا في يوزر في الموقع بتحطهم في تيبل لوحده، وهكذا. فانت في الاغلب لما تيجي تشتغل ما بتبقى محتاج معلومات من اكتر من تيبل، فبتعمل ايه؟ بتعمل جويننج للداتا، بتجمع الداتا مع بعض عشان تقدر تشتغل عليها. فيلا بينا كده على السريع ناخد فكره كده عامه هو اتكلم عن ايه في الكورس عشان تبقى انت واخد بالك. طبعا زي ما قلت لك الكورس يعني الى حد ما كان ممكن اقول لك في حاجات كتيره جدا الواحد استفادها يعني من الكورس ده برضه. اول حاجه طبعا هو بدا الكورس بتاعه عن الداتا ميرجنج. انت عشان اصلا تعمل اي حاجه عشان تدمج تو تيبلز مع بعض بتستعمل حاجه اسمها دوت ميرج. تمام. فاول حاجه طبعا بدا يتكلم ازاي بنعمل ميرج اساسا، وبعد كده ايه بيتكلم على الانر جوين. تمام، الانر جوين دوت ناخد بس فكره على السريع. زي ما احنا شايفين قدامنا كده عشان تعمل ميرج في اي حاجه بشكل عام يعني انت بتعمل ايه؟ بتعمل مثلا ولنفترض انت عندك داتا فريم اسمها ووردز وداتا فريم اسمها سينسز ديت. عشان تعمل تدمجهم مع بعض بتستعمل كلمه دوت ميرج. دي كده بشكل عام ازاي تعمل ميرج. طبعا وبعد كده بتختار اون ده التيبل الكولوم اللي هو المشترك عشان تبقى انت واخد بالك. يعني لما تيجي تعمل ميرج لتو تيبلز مع بعض لازم أن يكون فيه حاجه مشتركه في النص. يعني ايه حاجه مشتركه في النص؟ يعني مثلا ولنفترض مثلا ان كل مثلا فيلم ليه اي دي، فانت عشان تدمج مثلا مثلا التيبل اللي فيه معلومات عن الافلام والتيبل اللي فيه ريفيو عن الافلام مثلا، فانت الاثنين مشتركين في ان كل واحد فيهم في نفس الكولوم اللي هو مثلا اسمه هنا اي دي او هناك اسمه اي دي برضه او اسمه ايا كان اسمه ايه. المهم ان الكولوم ده مشترك في الاثنين، فانت هنا بتحط قدامه كلمه قلنا دي وتحط اسم الكولوم المشترك. او لو طبعا لو الاسم الكولوم مختلف مثلا في التيبل اليمين او التيبل الشمال او كده يعني بنسميه مثلا ايه ليفت اون، بدل اون دي بس هتبقى ليفت اون ورايت اون وهكذا. كل الحاجات دي طبعا هشرحها لك في الكورس. وبعد كده يبدا يعرفك شويه معلومات زي مثلا ال1 تو ماني ريليشن شيب وال1 تو 1 ال1 تو 1 ريليشن شيب وال1 تو ماني ريليشن شيب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بمعنى اصح مثلا ولنفترض ان انت مثلا كل فيلم انت عامل مثلا كل فيلم مثلا محطوط له ايه او اي داتابيس بشكل عام. يعني ولنفترض ان انت عندك التيبل ده والتيبل الثاني في علاقه ما بينهم ان صف هنا بيقابله صف الناحيه الثانيه بس وخلاص. يبقى دي كده 1 تو 1. يعني بمعنى اصح كده ولنفترض مثلا ان انت عندك افلام مثلا، يعني ولنفترض افلام مثلا في تيبل، التيبل دوت فيه معلومات عن الفيلم ومش عارف ايه، والناحيه الثانيه التيبل الثاني في مثلا صوره البوستر بتاع الفيلم مثلا. تمام، فبالتالي كل رو من هنا هيقابله رو من الناحيه الثانيه. خلاص كده بس مفيش اكتر من كده. طب لو انت عندك مثلا التيبل فيه الافلام مثلا ومعلومات عنها والتيبل الثاني فيه مثلا ريفيوز، فكل رو من هنا اللي هو مثلا الفيلم الواحد هتلاقي بيقابله الناحيه الثانيه ايه بيقابله اكتر من رو. يعني مثلا كل ريفيو بقى برو او سطر يعني او كده. ففي الحاله ديت هتبقى ايه 1 تو من ريليشن شيب. طبعا هو يشرح لك الفرق ما بينهم الى حد ما وهيبدا يشتغل معاك وطبعا يبدا ويخليك تتدرب على كذا اكسرسايز يعني. بعد كده طبعا هيدخلك في حاجه اسمها الليفت جوين ويعرفك بس ان انت محتاج ان في بارامتر بس بيخش هو الجديد بس يبقى عليه شويه اللي هو حاجه اسمها هاو، ودي بتبدا تختار منها بقى انت عايز ايه النظام بتاعك هيبقى عامل ازاي. زي ما احنا شايفين ده الليفت جوين في الطبيعي انها بتبقى حاجه اسمها انر. يعني زي ما احنا شايفين بيبقى عندنا داتا فريم وداتا فريم ثانيه، احنا بناخد الجزء اللي في النص ده الديفولت من غير اي حاجه. طب الليفت جوين بيعمل ايه؟ بياخد الداتا فريم اللي على الشمال كامله
والجزء اللي في النص. طب الرايت جوين نفس النظام، هياخد الداتا فريم اللي على اليمين كامله والجزء اللي في النص. طب الاوتر هياخد الجزء، هياخد الداتا فريم الاثنين ويطرح ويشيل منهم الجزء اللي هو المتقاطع ما بين الاثنين. فطبعا دوت يعني حاجات ايه لحد ما هتلاقي، لحد ما انت فاهمها. زي ما انت شايف، انت كل اللي انت محتاج بس تزوده في الجزء دوت اللي هو البارامتر اللي اسمه هاو دوت، سواء تحط ليفت او تحط رايت هتحطه اوتر. انما هو الديفولت في حاله الميرج ان هو ايه، ان هو بيبقى انر، فانت مش محتاج انت تكتب انر يعني لو انت عايز بس التقاطع ما بين الاثنين يعني. وبعد كده طبعا هيدخلك برضو ايه، يبدا يوريك كذا حاجه يعني كذا مثال ويخليك تطبق عليهم وهكذا. بعد كده يقول لك ميرجنج ا تيبل تو اتسيلف. انت ينفع تعمل ميرج للتيبل مع نفسه؟ ينفع تعملها. طب ينفع تعملها ازاي او امتى في الحاله ديت؟ لو انت عندك مثلا في التيبل انت مش بتعمل مثلا ميرج، انت زي ما قلت لك انت بتعمل ميرج للتيبل مع تيبل تاني عن طريق مثلا ايه، في كولوم مشترك ما بينهم. طب انت في حاله ان انت بتعمل ميرج للتيبل مع نفسه، بتبقى ايه اللي بتحصل ازاي؟ بيبقى فيه برضه صله رابط بس يعني في كولوم وكولوم تاني مختلف. ازاي بقى مثلا؟ يعني لو نفترض مثلا المثال اللي هو شرحه هنا ان انت عندك مثلا ايه، افلام متسلسله. يعني ايه؟ ونفترض مثلا هنا الفيلم بتاع مثلا توي ستوري او اللي هو الكرتون بتاع توي ستوري او كده يعني. الفيلم دوت كان ليه اكتر من سلسله، مثلا الجزء الاول الجزء الثاني او مش عارف ايه. نفس النظام مثلا اي فيلم اجنبي مثلا فاست فيوريوس اي حاجه، الافلام دي كلها لها اكتر من سلسله. فانت لو انت عندك كل مثلا ايه، في كولوم في الاي دي بتاع الفيلم ده وفي كولوم بتاع الفيلم اللي بعده، تمام؟ يعني كل واحد مثلا في الاي دي، يعني في نفس السطر بتاع مثلا الجزء الاول فيه خاصيه فيه بيديك اي دي بتاع الجزء الثاني عشان يعرفك ان هو ليه جزء ثاني او كده. ففي الحاله ديت انت ينفع تعمل ايه، الكولوم مع الاتسيلف، يعني يعني الكولوم دوت مع الكولوم ثاني في نفس الداتا فريم، بحيث ان انت تطلع معلومات اكتر. هو طبعا هيشرح لك هنا ويخليك تطلع معلومات فعلا عن الافلام اللي لها ايه اكتر من جزء والكلام ده كله، ويخليك مثلا تطلع معلومات عنهم زي مثلا الفيلم فيهم اللي كسب اكتر مش عارف ايه الكلام ده كله يعني. فطبعا الموضوع ده كله هتلاقيه ماشي زي الفل. وبعد كده يشرح لك ان انت ينفع تعمل بقى ايه، مش بس تعمل ميرج يعني عن طريق استعمال الكولومز، لا انت ممكن تعمل عن طريق استعمال الاندكس. وطبعا هشرحها لك بالتفصيل ويخليك تتدرب برضه على شويه امثله. دي كده اول سيكشنين في الكورس، تمام؟ عشان كده بقول لك الواحد اخد فيهم شويه يعني، اخد فيهم شويه وقت يعني وكده، لانه بعد كده بقى ايه دخل لك بقى في حاجه اسمها الايه الفلتر جوينتس. بعد كده بدا يكلمك عن حاجه اسمها السيمي جوين، وبعد كده الايه تقريبا كان في حاجه كمان اسمها الانتي جوين او حاجه شبه كده اهو، انتي جوين والسيمي جوين. السيمي جوين والانتي جوين هو ما هو كله عباره عن ميرجنج، تمام؟ بس في نفس الوقت بعد ما انت بتعمل الميرج او بتعمل حاجه، انت مش بتستعمل الميرج عشان خاطر بس تستعمل التيبل الكبير بقى اللي انت طلعته او التجميعه اللي انت طلعتها او كده. لا، هو انت بتستعمل الميرج كله عشان خاطر تعمل بس فلتر او كده. بس هو انت بتستعمل الميرج بتاعك عشان تعمل فلتر او كلام من ده يعني. فانت الجدول الكبير انت بتاخد منه بس فلتر وتبدا تشتغل على التيبل اللي معاك عادي خالص، اللي هو التيبل الصغير او اي تيبل منهم يعني او كده. فهي نفس الفكره يعني، هم مش حاجات جديده يعني. انت بتستعمل برضو دوت ميرج بس، وبعدين تاخد بقى ايه، تبدا تستعمل حاجات انت اتعلمتها قبل كده اللي هي الفلترنج اللي هو العادي خالص اللي انت تكون اتعلمته قبل كده يعني. بعد كده يدخلك في الكونكاتينيشن او الكونكاتينيت داتا فريمز. كونكاتينيت دوت اللي هو بمعنى ايه، بمعنى صح يعني كده. انت نفترض ان احنا كنا في الاول كان عندنا تيبل فيه معلومات والتيبل الثاني فيه معلومات، فاحنا بنزود الرو بتاعنا بعد ما مثلا لما كان فيه الرول الواحد مثلا كان فيه 3 كولومز مثلا، لا الوقت هيبقى اكبر لانه في ايه، في معلومات جديده مثلا ريفيوز جت جديده مش عارف ايه، ففي كولومز بتيجي جديده. لكن في حاله ان انت بدات تعمل كونكاتينيشن، هي ان انت عندك الى حد ما في تيبل معاك، تمام؟ وفي تيبل تاني في نفس المعلومات بس فاهم انت معلومات زياده. مثلا ولنفترض ان انا عندي ايه معلومات مثلا، ولنفترض شهر يناير شهر فبراير وهكذا، فهي نفس الكولومز اللي عندي، بس انا عايز ايه اركبهم على بعض. يعني يبقى مثلا معايا جدول فيه بيانات السنه كامله بدل ما كل جدول فيه بيانات الشهر بس. فبعمل ايه، بعمل لها كونكاتينيت. طبعا كونكاتينيت نفس النظام، هتلاقي برضو ان هي ايه بتستعمل بي دي دوت كونكات اللي هنا دي كده. وبعد كده تبدا تحط الايه اي تيبل انت عايز تعمله. فهي الخطوات التطبيقيه الموضوع سهل جدا يعني ان شاء الله. الفكره كلها بس انت تفهم الكونسيبت بس بيقول ايه وخلاص، مش اكتر من كده يعني. بس هتلاقي الموضوع الكونكات دوت حاجه بسيطه. وطبعا بس ايه انت اللي هيفرق معاك بقى مثلا اللي هي معلومات زي مثلا ايه، لو انت حطيت مثلا بارامتر زي سورت ايكوال ترو مثلا، هيبدا يرتب لك مثلا ايه بناء على، يعني بناء على حاجه معينه او كده على حسب اللي انت مختاره يعني او كده يعني، سواء على الاندكس او كده. وبعد كده عندك برضو معلومات تانية ممكن تضيفها زي مثلا الجوين. انت عايز تعمل مثلا ولنفترض جوين او الكلام ده كله برضو عايزه نوعه ايه انر او الكلام ده برضو كده ينفع تضيفه، تمام؟ لان انت ممكن وانت بتضيف مثلا تيبل مع تيبل تاني يكون التيبل مثلا فيهم في نفس المعلومات عن التيبل التاني بس ازيد كولوم، تمام؟ فانت الوقت عشان تضيفه الجدول التاني مش هيبقى فيه مثلا المعلومات دي، فهتحط مثلا ايه ان او نوت نمبر يعني اللي هو بيانات ميسنج او كده يعني.
لكن انت لو عملتها مثلا جوين بيساوي انر مثلا، في الحاله دي ممكن ايه، ممكن يحط الكولومز بس المشتركه ما بينهم بس، مش هيحط اي حاجه زياده، او لو مثلا لو في جدول فيهم في جدول كولوم زياده او كده مش هيحطه. وبعد كده يكلمك في حاجه اسمها الفيريفاينج انتجريتي. الفيريفاينج انتجريتي طبعا يبقى يعني ايه، خليك برضو شويه معلومات كده ايه مهمه ليك انت لو انت حبيت تتعامل مثلا، اللي هو مثلا ايه، لو عندنا مثلا جدول زي ده وجدول زي ده، فالجداول دي مثلا ولنفترض ان انت ايه، انت مثلا عايز تحافظ على إيه، لو انت مثلا عايز بتتعامل مثلا مع حاجه مثلا زي 1 تو 1 ريليشن شيب مثلا، فانت متاكد ان انت كل سطر هيقابله الناحيه الثانيه سطر واحد، يعني كل رو او صف هيقابله الناحيه الثانيه صف واحد. فانت افرض ولنفترض ان الداتابيس بتاعتك فيها ايه، حاجه زي مثلا دي كده، المفروض ان انت مثلا سي 1 والسي 1 مثلا، لا هنا ايه، لا هنا الناحيه الثانيه ثلاث روز 3 روز يعني، او ثلاث صفوف او كده. ففي الحاله ديت انت كنت داخل عامل حسابك ان انت المفروض تشتغل 1 تو 1، ولكن بعد ما اشتغلت هتلاقي ان انت ايه، لقيت الموضوع فيه إيه، ان هو 1 تو ميني، فانت ممكن ما تعرفش الكلام ده وانت شغال. فانت بتضيف حاجات معينه بس في الكود بتاعك، حاجه بسيطه خالص، وتقول له مثلا ان انا ايه عايز اشتغل التيبل دوت 1 تو 1 مثلا، فهو لو هو شغال لقى ان الموضوع ده مش 1 تو 1 هيرجع لك ايرور، فانت تعرف ان على طول انت عندك مشكله، وان مثلا ايه الداتا دي محتاجه تتظبط او كده يعني، او فيها دوبليكيتس او فيها يعني صفوف متكرره والكلام ده كله. نفس النظام على حسب برضو ايه، لو انت بتعمل مثلا كونكاتينيشن زي ما انت شايف مثلا كده، ده الصف مثلا والصف ده موجود تاني هنا، فانت مش عايز صفوف تكون متكرره مثلا، وانت بتجمع تو تيبلز مع بعض بتجمعهم، يعني التيبل دوت بتركبه على تيبل تاني او كده يعني. ففي الحاله ديت انت مثلا هنا ايه هياخد باله مثلا ان في سطر متكرر، لا انا مش عايز اعمل كده. فهو زي ما قلت لك، انت كل الموضوع دوت انت بتتاكد ان انت الداتا بتاعتك سليمه. انت كل شغلك كله يعني 90% من شغلك اساسا لما انت تيجي تشتغل بقى بعد كده، هتلاقي ان هو اصلا بيعتمد على تنظيف الداتا، الكليننج بتاع الداتا او كده. فالحاجات دي كلها هي ايه اللي بتعمل لك مشاكل بعد كده يعني. لان انت عشان تحل سؤال زي ما قلت لك الموضوع هيبقى بسيط خلاص، انت بقى ايه محتاج بس قلم وورقه كده تفكر بس السؤال محتاج يتحل ازاي، مش عارف ايه احسن 10 مش عارف منتجات ايه احسن مش عارف كذا. فالموضوع كله الى حد ما هتلاقي ان هو بسيط. المشكله كلها بتكمن فين او بتظهر فين في تنظيف الداتا بتاعتك، عشان خاطر ما يبقاش عندك اي مشاكل في الداتا بتاعتك اساسا. الفاليديشن والموضوع الانتجري ده كله زي ما انت شايف، حته بس شايف انت وانت بتعمل ميرج عادي خالص هتضيف بس مثلا كلمه فاليديت تقول له ان دي 1 تو 1. طب هي لو كان اصلا بقى ايه، المفروض ان انت عندك مثلا التيبل التاني او كده فيه حاجات مكرره او مش عارف ايه، فالمفروض تبقى 1 تو ميني، هو يرجع لك ايرور بسيط يقول لك ان انت عندك ايه، ان الموضوع دوت مش 1 تو 1 بس. فانت كده على طول عرفت ان مثلا ايه، ان انت عندك مشكله. هتروح انت تعمل ايه، هتروح انت بكل بساطه تروح تشوف التيبل بتاعك بقى انت التاني دوت، اللي انت كنت المفروض مثلا عامل حسابك ان هو كل حاجه فيه يونيك او فريده من نوعها يعني وكده، تروح تشوف المشكله فين وايه اللي متكرر او ايه اللي ظاهر تاني والكلام ده كله، وتحلها الاول، وبعدين كده تعمل ميرج تاني او تعمل جوين تاني ما بينهم يعني. نفس النظام ده كده بالنسبه للميرجنج. طب بالنسبه للكونكاتينيشن بتعمل فيريفاي انتجريتي ايكوال تو ترو، اللي هي الحته اللي هنا دي كده. خلاص كده لو في اي دوبليكيت، لو في اي سطر متكرر، على طول هو يعرف على طول ايه هيرجع لك ايرور، وانت هتطول تبقى انت عرفت زي ما انت شايف هيرجع لك الايرور ده كده. لكن انت لو عملته مثلا هنا فيريفاي انتجريتي ايكوال تو فولس اللي هو الديفولت يعني، هيبدا الكود يشتغل عادي خالص ويرجع لك النتيجه. دي كده بكل بساطه فكره الانتجريتي او انت يعني تتاكد ان الداتا بتاعتك تمام والكلام ده كله. ده كده ايه ثالث سيكشن معانا، كده ثالث سيكشن معانا خلص. رابع سيكشن بقى هو بيتكلم على فكره الميرجنج اوردر والتايم سيريز داتا. يعني ايه الكلام ده كله؟ اول حاجه انت عندك حاجه اسمها ميرج اوردر، نفس النظام بتاع الميرجنج بالظبط. لو انت بتعمل ميرج تمام، وخلي بالك بس عشان تبقى انت واخد بالك، لان انا نسيت افكرك في الاول، هتلاقي ان انت عندك حاجه اسمها ايه ميرجنج، اللي هو راح فين، ميرجنج مالتيبل داتا فريم. لو انت عندك مثلا، انت مش بتجمع مثلا تو تيبلز مع بعض بس، طبعا ممكن تعمل كل واحده فيهم على خطوه. مثلا لو انت مثلا عايز تعمل مثلا ايه 3 تيبلز مثلا مع بعض، فانت ممكن مثلا تعمل الاول والثاني، وبعد كده تعمل ايه لما تجمع الاثنين دول تجمع الثالث معاهم بعد كده. لا انت الموضوع ده ينفع كله تعمله في خطوه واحده اساسا، اللي هو دوت ميرج، وبعد كده ترجع تعمل ايه دوت ميرج تاني. زي ما احنا شايفين هتلاقي ان انت بتستعمل، لو قرانا مثلا الداتا بتاعتنا تمام، هنلاقي ان احنا ينفع نعمل ايه دوت ميرج، وبعد كده نعمل دوت ميرج تاني، وهكذا في نفس السطر يجمع لي مثلا بدل ما كنت عندي مثلا تو مثلا داتا سيتس او تو داتا فريمز او كده، بجمعهم كلهم في نفس اللحظه، مثلا اثنين او ثلاثه او اكتر بيتجمعوا بالطريقه دي كده تمام. طبعا بدات تقعد تظبط بقى ايه انت عايز تجمعهم في الكولوم اسمه ايه والكلام ده كله، عايز تحط سافكسز ولا لا، اللي هي تفرق لو في كولومز مثلا مشتركه ما بين الاثنين وعايز تفرق ما بينهم والكلام ده كله يعني. فدي كلها معلومات انت هتلاقي نفسك لو انت مشيت في الكورس دوت يعني هتلاقي نفسك بتتعلمها مع الوقت. الميرجنج اوردر عشان خاطر بس بقى نتكلم عن سيكشن 4، هتلاقي ان هو بيتكلم على فكره الايه، ان انت هو بيعمل حاجتين، بيعمل ميرج وبعد كده بيعمل ترتيب، بس هو ده اللي هو بيعمله. فانت بيعمل ميرج وبيعمل ترتيب.
زي ما انت شايف مثلا، او نفترض ان انا عندي التيبل دوت مثلا ترتيبه مختلف زي ما انت شايف، والتيبل الثاني مثلا عامل كده، فهو يعمل ميرج عادي خالص زي ما احنا متعودين، وبعد كده يرتبهم على حسب اللي هي مثلا ايه. لو انا مثلا برتبهم المفروض الاثنين دول المشترك ما بينهم الكولوم بتاع السي زي ما احنا شايفين كده، فلما اجي ارتبهم هتلاقي بقى عامل لي الترتيب بتاعهم بناء على الكولوم بتاع السي. فديت كده ايه الفكره يعني بمعنى اصح، ان انت بتعمل حاجتين في نفس الوقت، الميرج والسورت. وطبعا بينفع اكتر بقى مع الايه، بينفع اكتر مع الحاجات اللي لها علاقه بالارقام والتواريخ. يعني مثلا ولنفترض ان احنا عندنا الداتا دي مثلا خاصه مثلا بالستوك برايس او سعر الاسهم والحاجات دي كلها، فانت بتبقى عايز تعمل الميرج وتعمل اوردر بحيث ان انت ومعنى صح يعني كده يبقى انت عامل حسابك ان في ايه، ان في ترتيب. فانت مثلا تقدر مثلا تشوف سعر الاسهم كان ماشي ازاي، او الكلام ده كله كان ماشي ازاي او كده يعني. فيبقى انت كده عندك خدت فكره عامه عن الميرج اوردر. وزي ما قلت لك هي نفس النظام بالظبط، بتعمل برضه تحط بس بقى ايه بتتكتب بالشكل ده، مش بتتكتب بالشكل الثاني اللي هو بتحط الداتا فريم الاولانيه دوت ميرج وكده، لا انت بتعمل بي دي اللي هي الباندز يعني دوت ميرج اوردر، وتحط ايه التيبل الاولاني والتيبل الثاني، وانت عاوز تعمل لهم ميرج ايه الكولوم المشترك ما بينهم تحطه هنا نفس النظام بالظبط. فهو يعمل ايه، يعمل ميرج ما بين الاثنين ويرتبهم لك وخلاص. ده كده الميرج اوردر. وبعد كده يبدا يكلمك برضه في حاجات ثانيه زي الايه، الميرج از اوف. دي مثلا كده الميرج بشكل عام بيعتمد على فكره ان انت لما تحط له مثلا تقول له ان انا الكولوم الاولاني والكولوم الثاني، يعني كولوم فلاني والكولوم فلاني ده هم الاثنين متطابقين مع بعض، فانا عايزك تعمل ما بينهم ميرج. ماشي، بياخد القيمه من هنا ويروح يساويها بقيمه من اللي هناك، يشوف القيمه اللي هناك اللي بتساويها ايه، فيبقى الكولوم ده هو يعني ياخد الصف ده كده ويروح يركبه مع الصف اللي زيه الناحيه الثانيه كده بالظبط كده، يبقوا الاثنين دول شبه بعض. طب ازوف دي بتنفع في ايه بقى؟ ولنفترض ان انا عندي حاجه زي مثلا ايه، ان انا عندي حاجه مثلا زي الاوقات مثلا، انا عايز اقارن مثلا ما بين سعر السهم مثلا بتاع شركه ابل مع تيبل مثلا في سعر الاسهم مثلا بتاع شركه ابل وشركه مثلا فيسبوك، ولنفترض الاثنين دول مثلا يعني، فانا عاوز اقارن ما بين الاثنين واحطهم اعمل لهم ميرج في تيبل واحد. فايه اللي بيحصل بقى معايا في الحاله ديت، ان انا ممكن التواريخ اللي عندي بتاعت مثلا سعر الاسهم مثلا هنا محسوبه مثلا ايه، محسوب سعر السهم مثلا كل 10 دقائق، وهنا محسوب مثلا سعر السهم كل ساعه مثلا. فانا مش قادر ان انا ايه، يعني مفيش حاجه ما بين الاثنين مربوطين ببعض يعني، او اقدر اظبطهم مع بعض او كده. ففي الحاله دي بستعمل اللي هي الميرج دوت ازوف. ميرج دوت ازوف دوت نفس النظام، هتحط له برده الداتا فريم الاولانيه والداتا فريم الثانيه والكلام ده كله يعني، بس الفرق بقى كله ان هو ايه، ان هو بيحاول يشوف لك اقرب زمن مع بعض. يعني فاهم انت مثلا ايه، ولا افترض ان احنا مثلا عندنا الساعه 4 مثلا والساعه 4 و5، ودول اقرب اتنين، الساعه 4 هنا في الداتا فريم والساعه 4 و5 هنا في الداتا فريم الثانيه، دول اقرب وقتين لبعض. يبدا يعمل ايه، يبدا يعمل ميرج على اساسهم ان دولت اقرب رقمين لبعض، فانا هبدا اعمل ان دولت ايه، دول الاثنين هم الرو واحد او كده. فهي الفكره كلها بتبقى ماشيه كده يعني، ان انا مش باخد اكزاكت نمبر، لا انا باخد ايه، رقم قريب منه. طب قريب منه بناء على ايه بالظبط بقى، انا ببدا احددها مثلا، بختار الدايركشن دوت، هل انا عايزه قريب منه والابعد، ولا قريب منه مثلا ولا باكورد مثلا اللي هو ايه اقرب رقم منه من تحت، يبقى اقل منه حاجه بسيطه، اقل مثلا ايه، يعني اي حاجه قبل 12 مثلا تبقى هي اللي بتساوي 12 هنا، ولا اي حاجه بعد 12 واقرب منها تبقى هي اللي بتساوي، ولا اي رقم قريب ايا كان هو فين، فاختار مثلا الدايركشن دي احط فيها ايه النيرست مثلا. فهي الموضوع كله ان انت بس بتظبط ان انت ما بيبقاش عندك اكزاكت ماتش. يعني مثلا نفترض ان انا عندي الديت مثلا هنا زي ما انت شايف مثلا ايه، الساعه هنا 6 مثلا، دي كده مثلا 6 7 8 كده، وهنا بيتاخد مثلا ايه كل 5 دقايق بياخد قيمه مثلا. ففي الحاله ديت هو مثلا لما تقول له فورورد، هو مثلا يجي عند الساعه 6 هنا يقول لك ايه، يشوف ايه اول حاجه بعدها، مثلا 6 و3 ثواني ديت تبقى هي اقرب حاجه له، فهيحط 149 25. فهيجي زي ما انت شايف هنا الساعه 6 مفيش حاجه الساعه 6 هنا بالظبط، لان فاهم انت كلها لو انت هتاخدها اكزاكت مفيش حاجه 16 اللي هي الساعه 4 دي اقصد يعني، مفيش حاجه ايه، مفيش حاجه الساعه 4 بالظبط بالثانيه. انما هنا في ارقام ثانيه، في ارقام اقل منها وفي ارقام اعلى منها، فعشان اخد انهي بالظبط دي بتستعمل بقى ايه الدايركشن ديت هي اللي بتظبطها، لا اما اقول له مثلا فورورد، لا اما اقول له باكورد، لا اما اقول له نيرست ايا كان هي ازيد ولا اقل، بحط هنا بدل كلمه فورورد دي بحط نيرست. فدي بشكل عام كده ايه معلومه عن الازوف طبعا، من الحاجات اللي انا ما كنتش استعملتها قبل كده يعني الصراحه، واستفدت لما انا ايه اخدت فكره عنها تانية يعني. وزي ما قلت لك دي بشكل عام حاجات مهمه جدا مع التايم سيريز، او الحاجات اللي فيها توقيتات ووقت والكلام ده كله يعني. تمام، تقريبا ده كده كل الحاجات اللي شرحها. اهم حاجه عندك ان انت تكون عرفت الميرج، وعرفت طريقه استعمال مثلا ايه ميرج اللي هو ازاي تعمل ميرج اصلا بشكل عام، ازاي تستعمل مثلا تختار الكولوم اللي انت بتبدا تعمل على اساسه الميرج. حاجات تانية مثلا زي ازاي تعمل كونكات،
اللي هو ده الميرج دوت بيعمل لك يعني مثلا ايه، الرو معاك هو اللي بيزيد، بيبقى مثلا في بدل ما يبقى مثلا الرو مثلا في 3 كولومز، لا ممكن يبقى فيه 4 او 5 ايا كان انت بتزود كام كولوم يعني. لكن في حاله الكونكاتينيشن زي ما قلت لك انت بتركب مثلا حاجات مع بعضها، هي جداول فيها نفس البيانات بالظبط، لكن مثلا دي بتاعت شهر ودي بتاعت شهر، فانت بتبدا مثلا تجمع السنه كلها مع بعض والكلام ده كله يعني. وبعدين قلت لك ايه، بتبدا يعرفك كل شويه حاجات اكتر زي الميرج اوردر والميرج ازوف والكلام ده كله. اخر حاجه اتكلم عنها طبعا سيلكتنج داتا وسكويري، بيبدا يعرفك انت ممكن تبدا تكتب حاجات زي الاس كيو ال كده باستعمال الميثود بتاعت دوت كويري ديت يعني كده. تبدا تكتب بس دوت كويري زي ما انت شايف كده، وتبدا تكتب هنا ايه اكنك بتكتب سيكوال يعني او اس كيو ال، نفس النظام كده يعني الى حد ما. طبعا الموضوع بسيط، هو يشرح لك المفروض هتعمل ايه هنا يعني، مش هيشرح لك اس كيو ال ذات نفسه يعني، فاهم الفكره؟ لا هو هتلاقي الموضوع برده حاجه بسيطه خالص يعني وكده. وفي النهايه خالص بيستعمل حاجه اسمها ايه، بيبدا يتكلم عن حاجه اسمها دوت ميلت، وديت طريقه كده يعني الى حد ما ان انت، انا طبعا ايه يعني بتنفع في حاجات معينه زي ما انت شايف ان انت بيبقى عندك مثلا، ولا افترض تيبل بالشكل ده كده في الفيرست واللاست والهايت والويت بتاعت كل شخص، الفيرست نيم يعني واللاست نيم والهايت والويت بتاعه، فبيحولها من الشكل ده كده اللي هي حاجه اسمها الوايد فورمات، يحولها حاجه اسمها اللونج فورمات. لو انت اخترت له مثلا ان انت عاوز تثبت الكولوم الفيرست واللاست مثلا، وعايز الحاجات التانيه دي تتغير، فهتلاقي ان هو يعمل ايه، الفيرست واللاست هيسيبهم زي ما هم، والهايت والويت هيبدا يعملها ازاي، هيبدا يحط لك هنا متغير اسمه فاريبل، ودي القيمه بتاعته اللي هي الفاليو، والفاريبل ده يحط لك فيها مثلا مثلا ايه الهايت، متغير ده الهايت ويبقى 5 ونص. هتقول لي احنا ممكن نستفاد من دوت في حاجه ازاي؟ الشكل اللي على اليمين مع انه اطول وتحس ان هو يعني معقد اكتر وكده يعني، بس دوت اسهل في فكره ان انت تشتغل وان انت تظبط ان انت تتعامل بيه يعني كداتا والكلام ده كله يعني. اسهل الجزء اللي على اليمين دوت، الشكل اللي على اليمين ده اسهل لك يعني لما تيجي تتعامل وكده. فعشان كده دوت ميلت هي اللي بتعمل ايه، بتنقلك من الشكل اللي على الشمال للشكل اللي على اليمين. طبعا ديت استعمال الميلت، بيبقى عندك داتا فريم معينه اللي احنا زي ما قلت لك حاجه شبه اللي قدامنا دي هنا كده يعني، وتبدا تعمل عليها الميلت وتدخل له حاجه اسمها اي دي فارس والكلام ده كله. هو طبعا هشرح لك بالتفصيل. ده كده شكل العام الكورس ماشي ازاي. طبعا الكورس زي ما قلت لك كان كورس تقيل، انا طبعا اشتغلت عليه يومين، لكن انت طبعا زي ما قلت لك مالكش اي علاقه باي كورس انا اشتغلت عليه مده قد ايه. انا بضغط نفسي وبحاول ان انا انجز بس حاجه عشان خاطر اديك اكبر يعني اكبر فكره عامه عن الكورسات ماشيه ازاي، لان انا متاكد مليون في الميه ان انا لو انا اشتغلت على مده على سكيل طويل انا عمري ما هنزل فيديوهات وهكسل يعني واشتغل مع نفسي وخلاص. لكن انا عايز على قد ما اقدر ان انا انقل لك اكبر صوره. انا ممكن بعد الشهر هكمل انا مع نفسي بالريتم بقى اللي يريحني انا والموضوع ده كله يعني، مش هبقى ضاغط نفسي في حاجه، لكن انا بحاول على قد ما اقدر ان انا انقل لك الصوره كامله، او صوره كامله يعني كده عن الموضوع على قد ما اقدر يعني، الموضوع بيمشي ازاي والكلام ده كله. لو عندك اي استفسار زي ما احنا متعودين كده، خلاص انا خلصت الكلام يعني عن الكورس دوت. لو عندك اي استفسار باي شكل من الاشكال عن اي حاجه، يا ريت تكتبها لي في كومنت، باذن الله وهرد عليك. ان شاء الله نكمل 30 يوم ونشوف بعد ال 30 يوم هبقى اعمل برضه فيديو كده عام الواحد اتعلم ايه ما اتعلمش ايه والكلام ده كله يعني. ودعواتك كده ان شاء الله نكمل السلسله دي على خير. بس كده، اتمنى تكون المعلومه وصلت، وخلاص كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.